بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. نزلنا النهارده السوق عشان نجيب شوية خضار. لقينا الخضار عامل ايه؟ تعالوا نشوف الخضار عامل ايه النهارده. في اسعار حلوة وفي اسعار غالية جدا، زي البطاطس غالية جدا جدا جدا. الطماطم سعرها يعني في بص متوسط، يعني لا غالية قوي ولا رخيصة قوي. الطماطم، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على سيدنا النبي وحطوا واحده لايك من ايديكم. الطماطم 2 ب 25، يعني الكيلو ب 12 ونص، واللي هي طريه سن بسيطه الكيلو ب 10 جنيه، والمستويه خالص دي بقى اللي هي على الطبيخ على طول يا جماعه الكيلو فيها كيلو ونص ب 10. خلاص. كل حاجه وليها سعرها في السوق. بس عايزه اقول لحضراتكم اكتر حاجه فعلا غاليه النهارده هي البطاطس. كيلو البطاطس النهارده عامل 25 جنيه. انا بقى جبت البطاطس اللي جنبها على طول، يعني هو الراجل حاطط دي ب 25 وحاطط دي الواحده الكيلو ب 20. فانا صراحه ربنا يعني خدت لفتي في السوق ورجعت له تاني لقيتها كلها سعرها زي بعض، فقلت له هاخد 2 ب 35. قال لي ايه مفيش مشكله، ايه خدي، لان انا طبعا زبونته وباخد منه بقالي سنين السنين. حاجته مضمونه وحاجته حلوه، يعني انا بس خدت ايه لفه حلوه كده في السوق عشان اعرف الاسعار وبس. تعالوا اوريكم البطاطس بتاعتي الحلوه كده النهارده. البطاطس كلها في السوق يا جماعه الكبيره قوي المتوحشه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين البطاطس الكبيره الاحجام الكبيره دي؟ البطاطس دي 2 كيلو ب 35 جنيه. جبت 2 كيلو، جبت كام؟ لا ده مش 2 كيلو طبعا، دول 4 كيلو. فقلت فرصه بقى ربما تغلى تاني اكتر ولا حاجه، فانا ايه طبعا هخليها عندي في التربو عادي، او ممكن اقشرها واحطها في التلاجة. مش كلها طبعا، لان هي لما بتقعد كتير بتبوظ وريحتها بتغير. ممكن اقشر الواحده تعمل معايا مثلا طاقتين، يعني مثلا طاقتين بمعنى ايه؟ يعني نفطر منها وخلي منها طبق للعشاء. خلاص. بسم الله ما شاء الله. البطاطسايه كبيره ومحمله، شايفين البطاطسايه كبيره ومحمله، فصلاه النبي عليها شايفين جميله ازاي. هي فيها خدشه هنا، بطحه صغننه، ما فيهاش اي حاجه، بطحه صغنونه خالص. وانا بقشر هقشطها كده وايه وهرميها للطيور. خلاص. جبت 4 كيلو اهمت. قلت لحضراتكم ال 2 كيلو ب 35 جنيه. البطاطس اتجننت، يعني الطماطم ربنا يهديها البطاطس تتجنن، معرفش في ايه، بس الحمد لله على كل حال. كمان ما كانش عندي رز وتاني يوسف الرز والفول اهو. دول كنت جايباهم مع بعض، الكيس اتقطع حتى اهو. حول الله يا رب. الجو حر جدا يا جماعه. عايزه اقول لحضراتكم انا نازله النهارده متاخر شويه، بس الجو فعلا ربنا يرحمنا برحمته. جبت نص كيلو كشك اهو. جبت نص كيلو كشك بكام؟ ب 20 جنيه. كيلو الكشك ب 40 جنيه عندنا. خلاص. كشكه نظيفه ما شاء الله، مضمونه، لان انا بجيبها من حد مضمون. جيبي كده جربي لو جنبك حد بيبيع كشك، يعني جربي ما تجربيش كتير. لو جبتي هاتي ربع كيلو. جربي من كذا حد، يعني لحد ما ترسي على حد كويس بيبيع كشكه نظيفه ومش مسوسه وطعمها حلو ومضمونه، بيتي حاجه نظيفه، بيتي مش سوقي. خلاص. انا بجيبه من حد مضمون. كيلو ب 40 جنيه. جبت نص كيلو كفايه رضا قوي، يخلص اجيب غيره. انا ما بحبش، اصل الجو حر، الحاجات دي لما بتقعد كتير بتسوس، فانا ما بجيبش الحاجات دي كتير صراحه حبايبي، لما تخلص اجيب غيرها. جبت كمان نص كيلو فول مدشوش ب 20 جنيه اهو. جبت نص كيلو اهو بس كفايه، علشان ايه هعمل منه طعميه. نص كيلو فول مدشوش حبايبي اهو، هعمل منه طعميه. بعمل منه كذا كيس. بسم الله ما شاء الله بيرمي كتير برضه. خلاص حبايبي. اللي مش عارفه فيه ايه، استنى، التليفون مكانش عايز يتعدل. جبت كمان مرقه اهي، جبت ب5 جنيه مرقه. وجبت 2 كيلو رز. الرز يا جماعه نزل شويه ولسه هيرخص تاني الايام اللي جايه. الرز دلوقتي ب 24 جنيه اهو. رز بلدي نظيف اللهم بارك. حبايه، بصوا حبايته عسله، شايفين جميله ازاي. الكيلو ب 24 جنيه. عايزه اقول لحضراتكم لسه هينزل تاني، لسه هيرخص تاني. خلاص. تعالوا بس نحطهم هنا جنب بعض. الرز هيفضل لما يوصل اللي هو الرفيع شويه عن ده بيبقى ب 20، واللي هو ده هيوصل 21. خلاص. بس مش دلوقتي، يعني ممكن على اول 9 كده يبدا يريح شويه ويرخص سنه ان شاء الله. يعني ربنا يرزقنا كده ويصلح حالنا وحالكم يا رب اللهم امين. ونجيب حاجات حلوه تاني ونشيلها لرمضان. احنا شايلين شويه حاجات حلوين، بس ربنا يصلح الحال. وهنعمل نجيب شويه حاجات حلوين ونصور مع بعض كرتونه رمضان الجزء التاني ان شاء الله نكلينا عمر. جبت كمان، بصوا يا جماعه الواحده كل حد يجيب على قده. يعني انت لما تنزلي السوق وشايفه ان الظروف مش احسن حاجه والفلوس في جيبك على القد، هاتي على قدك.
يعني لو معاكي فلوس حلوه وشايفه الحاجه رخيصه هاتي بزياده وشيلي في الفريزر وشيلي في التلاجة. مش بيخسر خالص، الحاجات دي بتوفر وقت ومجهود يا جماعه. عايزه اقول لحضراتكم اقسم بالله توفر عليا كتير، وان شاء الله هعمل تفريزات الايام الجايه وهوريكم الحاجات ازاي بتوفر. بما ان النهارده بقى الدنيا مش احسن حاجه والحمد لله على كل حال يا رب، الحمد لله الحمد لله. جبت بس ربع كيلو شطه اهو، ربع كيلو شطه اهي. جبت ربع كيلو بس ليه يا ام يوسف؟ هنعمل منها البتنجان الحمد لله، يعني ربنا ييسر لنا الامر وييسر لكم يا رب اللهم امين. الكيلو منها ب20 جنيه، فجبت بس ربع كيلو، قلت هعمل منها السمك ان شاء الله والسلطه طبعا وهعمل تتبيله حلوه قوي منها للبتنجان. هعمل بتنجان مخلل ان شاء الله، اعمل منها تتبيله حلوه وربنا ييسر الامر ترخص سنه ونعمل احلى مخلل حلو جدا يقعد معانا لشهر رمضان. من دلوقتي يا ام يوسف من دلوقتي، بس الايام اللي جايه دلوقتي يعني اليومين دول الشطه غاليه جدا يا جماعه. الكيلو ب20 جنيه، اروح اخلي الشطه وهي ب20 جنيه ليه؟ حرام، غاليه جدا عليها بجد. الشطه دي انا بخليها لما بتوصل كيلو وربع ب10، كيلو ونص ب10، ممكن ب10 عادي جدا اخللها. انا كنت السنه اللي فاتت كنت رصه هنا، حبايبي القدام اللي معايا من زمان عرفوا عارفين ان انا كنت رصه مخلل هنا في الازايز وبعملها في الازايز. وان شاء الله حيانا ربنا وكان لنا عمر وبقينا من اهل الدنيا هنعمل مخلل الشطه في الازازه تاني السنه دي، وهنعمل الخيار. وحبايبي اللي طلبوا مني الزيتون، الزيتون يا جماعه ما لقيتش غير واحده بس قاعده في السوق وبتبيع الكيلو وربع ب100 جنيه. ليه؟ مش عارفه. الكيلو وربع، انتوا متخيلين؟ كيلو وربع ب100 جنيه زيتون التفاحي، ومش تفاحي بقى على ابوه بقى، تفاحي عدمان كده يا حول الله يا رب، صغننه كده عامله زي البليه. والعزيزي برضو حبايبي اللي طلبوه مني مش موجود اقسم بالله خالص عندنا يا جماعه. احنا بلدنا بني سويف، في حاجات كتيره قوي بتبقى ظهرت في بلاد تانية، خضار او فاكهه ظهروا في بلاد تانية وللاسف وبكل اسف ما بتبقاش ظهرت عندنا. خلاص حبايبي، فان شاء الله انزل تاني ان شاء الله السوق بكره ولا بعده او الاسبوع الجاي ربنا ييسر الامر. ولو لقيت زيتون وسعره حنين وحلو هجيب مع حضراتكم، يعني لو هجيب حتى كيلو عشان اوري لحضراتكم طريقتي في الزيتون بتطلع اجدعها من اجدعها بترشجي. بامرك انت يا رب هتعملوه وتعتمديه عندك، بس ربنا يصلح الحال والاقي الاسعار رخصت سنه، لان بجد بصوا الزيتون متجنن مش فاهمه ليه. تعالوا بقى شوف كمان، كل حد يجيب على قده يا جماعه. انا قلت اهو كل واحده تجيب على قد ظروفها وقد دنيتها وقد اللي في جيبها. مش يخلي ان انت معاكي مثلا 200 جنيه في جيبك هتنزلي تجيبي بيهم كلهم وتسيبي بيتك فاضي، لا، هاتي على قدك، امشي على القد. لو يا ستي جبتي من كل حاجه ربع كيلو زي ام يوسف كده مش هتخسري حاجه، بل هتبقى عندك الحاجات بسم الله ما شاء الله فيها بركه من عندك انت يا رب. البركه دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا. جبت يا جماعه اهو نص كيلو خيار وربع كيلو ليمون. خلاص انتوا عارفين ام يوسف لما ربنا بيبقى فارجها والدنيا متيسره والدنيا بتبقى حلوه بجيب كتير وبفرز وبحط. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا ييسر الامر. الايام الجايه نبدا ننزل نشتري شويه طلبات حلوين ونفرز مع بعض حاجات حلوه لرمضان. والليمون بس يرخص سنه ان شاء الله ونفرزه بكذا طريقه. انا جايبه ده مش ربع، ده يا رب ده نص كيلو ليمون ب15 جنيه اهو، ليمون بلدي. بصوا عايزه اقول لحضراتكم ريحته حلوه قوي 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 اهو، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. ريحته حلوه وكمان مليان ميه. بصوا ما شاء الله عليه، شايفه طري جدا جدا جدا. جبت النص كيلو ب15 جنيه. جبت كمان نص كيلو خيار ب10 جنيه. كيلو الخيار النهارده عامل 20 جنيه. جبت نص كيلو اهو ب10 جنيه. خلاص حبايبي كل واحد يا جماعه يجيب على قده. لو كل حاجه هاتي منها ربع كيلو ما فيهاش مشكله خالص، يعني محدش هيقول لك جبتي ليه ولا عملتي ايه والكلام ده. جبت كمان نص كيلو ملوخيه علشان نطبخ كده ايه، ما عملناش ملوخيه خضره من زمان طبعا، احنا فرزناها شلناها رمضان وخدنا منها كيس الايام اللي فاتت يعني كلنا منه في زنقه الايام اللي فاتت. ويا ربنا ما يجعل بيوتنا ابدا مزنوقه ولا حد مزنوق خالص يا رب، واجعل بيوتنا كلها عمرانه بالخير يا رب. قولوا امين وصلوا على سيدنا النبي وحطوا احلى لايك من ايديكم لام يوسف. جبت النص كيلو ده ب5 جنيه. خلاص اهي شايفه مرعرعه وجميله ازاي. والله يا جماعه لو انتوا لسه ما فرستوش الحقوا بسرعه، اليومين دول لسه طريه من هنا، لسه طريه. الحقي هاتيلك شويه وفرزيهم او يا ستي نشفيهم كده او كده هتبقى معاكي زي الفل، مش بتخسر خالص يا جماعه. عايزه اقول لحضراتكم الملوخيه الناشفه احلى 100 مليون بصوا تريليون مره
من الخضره اللي بتتفرز في الفريزر. ده وجهه نظر جماعه. خلاص، في حبايبي بيحبوها طبعا متفرزه، دول على راسي من فوق طبعا، كل واحد واللي بيعمله واللي بيحبه. انا بحب اعمل الملوخيه بتاعتي اغلبها ناشفه. اغلب الملوخيه اللي انا بعملها يا جماعه بتبقى ناشفه، بحبها ناشفه. وطبعا الفيديو عندكم على القناه، تقدروا حضراتكم تخشوا تشوفوا انا عامله الخضره في الفريزر والناشفه منشفاها كده من غير الشمس. تعالوا بقى شوفوا الخضره يا حول الله يا رب، طالع عينيها، طالع عيني، عدمانه من الحر. شوفوا يعني انا قبل ما سوقت ورجعت شوفوا عملت ازاي. شوفوا، ودول بتلاتة، دول التلاتة دول ب5 جنيه. شايفين الخضره غليت جدا؟ شايفين بدل اول ما تلاقيها بالمنظر ده بطلع بالجدر كده، خلاص كده الخضره بتقول انا بقيت غاليه جدا، وشويه كده مش هتعرفوا تجيبوني الربطه دي ب10 جنيه. فيعني ربنا يرحمنا ويسترها يا رب، ويرخص قوت المسلمين يا رب، اللهم امين. خلاص دول ب5 جنيه. تعالوا بقى شوفوا الطماطم ام 12 جنيه ونص يا جماعه. الطماطم برضو انت رايحه فين؟ انت عشان انت غاليه شويه لسه. يلا الحمد لله. انا طبعا فرست طبعا شويه حلوين في الفريزر، كانت لسه رخيصه شويه، هي رفعت سن اهي، وهي خلوا بالكم هتغلى تاني. فحبايبي اللي ما فرزتش طماطم، انزلي كده اخر السوق كده على مثلا بعد العصر ولا حاجه، هتلاقي طماطم كتير طريه. هاتي حبه طراي ما فيهاش مشكله خالص، لان النشفه دي بتبقى صعبه على الخلاط بجد. انا دي استحاله احطها في الخلاط، دي بتبصوا بتخلي الخلاط صوته يطلع، يعني بيوجع بمعنى اصح، يعني بالبلدي كده. فانا ما بجيبش دي للخلاط خالص، انا بجيب دي طبعا للسلطه او اعمل منها طماطم مخلله. خلاص الكيلو من دي ب12 جنيه ونص. قالت لي خدي 2، قلت لها لا، انا هاخد على قد فلوسي. كل واحد يا جماعه يجيب على قد فلوس. خلاص ما تروحيش تتعبي نفسك، لا هاتي على قد اللي معاكي، على قد فلوسك هاتي. البتنجان بقى، البتنجان بقى بالتراب. خلاص البتنجان بقى بكام؟ انا جايبه كيلو ونص النهارده ب10. كيلو ونص ب10. شايفين بتنجان عسل ازاي؟ اللهم بارك زي الفل. شايفين ما شاء الله، وطري. بصوا ملبن ملبن كده، شايفه ملبن، اللهم بارك. جبت كيلو ونص. هنخلل شويه بتنجان. طبعا من ساعه ما طلعنا المصيف لا خللنا بتنجان ولا عملنا حاجه، قلنا بقى نرجع نجيب ايه شويه طلبات للبيت كده ونرجع تاني، يعني ترجع ريما بقى لعادتها القديمه. ايه بقى عادتها القديمه؟ نرجع نفرز حاجه رمضان ونجهز لرمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، داخل علينا مولد النبي، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. نعمل حاجات حلوه لعيالنا ونظبط البيت والدنيا والكلام ده كله. تعالوا جبت ايه بقى تاني. خلاص هوريكم ده كده. النهارده الفراخ يا جماعه الكيلو ب65 جنيه. كيلو الفراخ البيضه الكيلو ب65 جنيه. خلاص حبايبي قلت لكم كيلو الفراخ ب65 جنيه. خلاص جبت كمان سمك، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفينه كيلو السمك يا جماعه عامل 95 جنيه بالتنظيف. كيلو السمك الكبير ده بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الكيلو ب95 جنيه بتنظيفه. طبعا انا بجيبه في البيت بعد ما بغسله غسله محترمه، برش عليه شويه ملح وبركله شويه عشان ينزل ميته، وارجع احطه في مصفى ينزل ميه تاني. خلاص نعمل يوم سمك كده للعيال. ما بجيبش سمك كتير، مش كل البيت بيحبه، بس انا ايه قلت يلا بقى ايه نجيب شويه سمك النهارده، نعملهم دول على مرتين ان شاء الله او 3 على حسب ما ربنا يأذن. هنشوف كده السمكه الكبيره نقطعها ونبدا ايه نعمل وجبه سمك حلوه كده، واكله سمك كده قمر كده للعيال. الف انا وشوفها على قلوبنا وقلوبكم يا رب. وبكده حبايبي كده كل الحاجات اللي جبتها النهارده، هي مش حاجات كتير، على قد الحال على قد الايد، بس الحمد لله رضا من عندك انت يا رب. ربنا ييسر امورنا جميعا يا رب، جميعا يا رب، اللهم امين. نسيت اقول لكم المانجا النهارده الكيلو ب40 جنيه، واللي هي الصغننه شويه وطريه ب30 جنيه. لسه ما جبتش مانجا، كنت جايبه من كام يوم للعيال كده كلوها، بس لسه ما جبتش مانجا للتفريز. تفريز مانجة رمضان لسه يا جماعه. مستنيه شويه مثلا ربع 8 او نص 8 كده، يمكن ربنا ييسر الامر ويهدي البياعين ويبداوا يرخصوها سنه، عشان نجيب حبه حلوين كده زبديه كده نخزنهم، نعملهم كده جزل للعيال لرمضان، نعملهم عصير، او نجيب حبه نعومي كده نعملهم برضو عشان نعمل صينيه كنافه بالمانجا حلوه للعيال في رمضان. بصوا المانجا بس ترخص ونخش كده عليها بقلب جامد وربنا ييسر لنا امورنا. رخصت اهلا وسهلا، ما رخصتش هنجيب حاجات كده يعني على القد ونفرزهم وخلاص، ونحمد ربنا على اللي ربنا عطاه لنا.
ورضا الحمد لله يا رب من عندك. كل اللي يجيبوا رضا، وربنا يا رب يرخص قوت المسلمين ويرزقنا جميعا من واسع فضله وكرمه. قولوا امين وصلوا على سيدنا النبي، وحطوا لاختكم ام يوسف احلى لايك من ايديكم. وخلاص كده خلصنا الفيديو علشان ما اطولش عليكم، وحد حبايبي يخش يقولوا لنا انت بتتكلمي كتير. مش هنتكلم كتير خلاص النهارده، عشان احنا بنتكلم قليل على قد الحاجه النهارده. لما نجيب حاجات كتير هنقعد نحكي ونتحاكى. خلاص كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.